السلام عليكم متتبعين ومتتبعات ديال مطبخ بنت الحاج. انا تفكرتكم قدام مكة المكرمة كاملين، كل وحده بالاسم ديالها، كل وحده بالاسم ديالها. اللي مريضه الله يشافيها يا ربي، الله يعطيها صحيحه جديده، الله يحفظ لكم وليداتكم، يكونوا مهديين ومرضيين يا ربي، يكونوا صالحين. والله يعطيكم كل ما كتمناو وتفرحوا بوليداتكم وتشوفوهم كما بغيتوا ان شاء الله. واللي شغنقول لكم، اللي مسجون ليها وليدها الله يطرطق حديدو، الله يفك اسرو يا ربي، الله يطلق سراحو. واحد وليد مسكين راه محسوم، ولد دليل الروداني راه محكوم 12 عام، يا ربي تفرجها عليه وعلى ميمتو مسكينه، الله يحسن العوان كل ام صراحه. الله حبس ما تبغيش حتى واحد. وانا تفكرتها اليوم مسكينه، قالت لي دعي معاه، وكندعي مع واحد الولد مسكين، قالت لي اختو عافاك راه مسكين مصوب شريقاتو وراه يتيم، الله يسهل عليه والله يفرحو يا ربي، والله يسخر ليه شي حد اللي يصوب له الوريقات ويحن فيه يا ربي، ويجي عندكم ان شاء الله سالم غانم. الله يسهل عليكم كاملين والله يفرحكم بصحيحتكم شي صحيحه جديده ان شاء الله، والله يفرحكم في وليداتكم. واللي ميت شنو نقول لكم، اللي ميت لي شي حد الله يرحمه، الله يوسع عليه والله يعطيه الصبر. هذا هو حال الدنيا، الحمد لله، اللهم لك الحمد. يا ربي تفرجها عليكم يا ربي، اللي عندها شي كربه الله يفرجها عليها، الله يعطيكم شي صحيحه جديده ان شاء الله، والله ييسر لكم اموركم، والله يعطيكم تيغنيكم، والله يفرحكم في وليداتكم، تشوفوهم كما بغيتو في اعلى المراتب يا ربي. انا دابا اليوم هذا النهار الاخر لينا جينا نصليو، صلينا العصر ونصليو المغرب ان شاء الله، ونصليو العشاء ونديرو صلاة الوداع. ما سخيناش صراحة الله، 15 يوم دازت تجري، والحمد لله الحمد لله والشكر لله. ملي جينا لهاد البلاصة تنقولوا الحمد لله والشكر لله، واخا ما تتسخيش كنقولوا الحمد لله ملي جينا. اللهم لك الحمد لله، يحرمكم كاملين، لا يحرمكم كاملين من هذا المقام، يا ربي يسهل عليكم وتجيو، يا ربي يسر اموركم، يا ربي يحفظ لكم وليداتكم، يا ربي يعطيكم صحيحه جديده. تنتمنى لكم الصحه، حيت يا بصح اللي يجي الانسان يجي هنايا ويكون مريض شويه تيتعذب، ونتمنوا من الله، نتمنوا من الله الشفاء لينا ولكم جميع المسلمين، يا ربي تشافينا وتشافي جميع المسلمين والمسلمات. انا كندعي معاكم كاملين المتتبعين ديالي والمتتبعات، الله يعطيكم صحه جديده، الله يفرحكم في وليداتكم، والله يسر لكم اموركم، واللي في شي كربه الله يفرجها عليه، واللي عنده شي حد مسجون الله يطلق سراحه يا ربي. والسلام عليكم. سبحان الله والحمد لله. ربي يسخر لنا واحد العمر ما شاء الله، الله يعقوب عليكم كاملين، اللي حامش نسلم منا يا ربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، فمن أجابهم خرج إلى نور الهداية، ومن لم يجبهم بقي في ظلمة الجهل والغفلة عن نفسه وكمالها. والغفلة عن الدين والدار الآخرة أصل الشرور ومن أعظم أمراض القلوب، ويحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم فيهما، ولا يدخل النقص على العبد إلا مما بها. وقد أخذ سبحانه على بني آدم الميثاق بأنه ربهم ومعبودهم وحده لئلا يعتذروا بالغفلة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأنزل تعالى القرآن قطعا لحجتها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ونهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون من الغافلين، فقال: ولا تكن من الغافلين. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ منها بقوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة. رواه ابن حبان. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإنذار الناس قبل أن يتحسروا على غفلتهم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأخبر سبحانه باقتراب حساب الناس ليستيقظوا من الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وذم من يعلمون ظاهرا من الدنيا وهم غافلون عن الآخرة. وكل أمة انقطع عنها الإنذار وترك فيها التذكير تقع في الغفلة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وأخبر الله أن كثيرا من الناس عن آياته لغافلون. ومن أسباب الغفلة حب الدنيا والركون إليها وتقديم محبها على الآخرة. قال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. والإعراض عن تلاوة القرآن وذكر الله يوجب الغفلة وموت القلب. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. ومآل ترك الجمعات تهاونا وكسلا للغفلة، وصحبة الغافلين سبيل إليها. وقد نهى سبحانه عن صحبتهم وعن طاعتهم والقبول منهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ومن الاغترار أن يسيء العبد فيرى إحسانا فيظن أنه قد عفي عنه، وربما رأى سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبة عليه، وما علم أن غفلته عما عوقب به من أعظم العقوبة. والسلامة من الغفلة أمر عزيز، فقد تلحق العبد التقي، ولكنه سرعان ما يتنبه ويتذكر فيتوب. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا
مبصرون. واليقظة من الغفلة أول مفاتيح الخير، وتتحقق بامتثال أوامر الله ورسوله. قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومما يوقظ منها تلاوة كتاب الله العظيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والمحافظة على الصلوات الخمس مما ينجي من الغفلة. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. رواه ابن خزيمة. وقيام الليل ب10 آيات زكاة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. رواه أبو داود. وحلق القرآن والسنة ومجالس العلم تزيل الغفلة عن القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخيل العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. والغفلة حجاب بين العبد وربه، والذكر يزيل ذلك الغطاء ويطرد الشيطان. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأداء العبادة في الأوقات التي يغفل عنها الناس مما ينجي من الغفلة. قال أسامة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رواه النسائي. والتوبة سبب طهارة القلب والسلامة من الغفلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، أي نقطة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، أي محيت عنه تلك النقطة. رواه الترمذي. والموت موعظة صامتة، والإكثار من ذكره صلاح للقلب وسلامته من الغفلة. والشيطان يترقب غفلة العبد ولا يزال به
وبعد أيها المسلمون، فالغافل ليس بمغفول عنه. قال تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون. وجماع الشر الغفلة والشهوة، فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير، والشهوة تفتح باب الشر. وكلما كان القلب أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الشرور. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، ولا خلاص من بلوى المعصية إلا بالتخلص منها